سلام الله عليكم. معكم الزمن الجميل دينار الجزائري في تحليل لدرس كشف الأبواب بالطاقة الكونية. نضع 7 قطع مغناطيسية على السيخ، يستحسن أن يكون حديد. ثم ما هي حركة هذا السيخ الذي أمامكم؟ يقودك إلى الباب، وأنت واقف فوق هذا الفراغ أو الهدف الذي حددته، يقودك إلى أضعف نقطة تستطيع الاختراق منها. ما هي هذه الحركة؟ حركة التوجيه، وهي رقص كالنحلة أو كالأفعى، يعني ميلان يمين يسار دون ملامسة الكتفين، هذا يسمى توجيه. فأنت تمشي معه، هو بيدك اليمين، تمشي مع السيخ أو تقيس المسافة ما بينك وبين ذلك الهدف دون المشي. لنفترض أنك مشيت، تمشي مع السيخ ببطء، لما تصل إلى الهدف تماما يعمل حركة تثبيت، وهي ضرب الكتفين. لما تصل تماما يضرب الكتفين، عموما سيضرب الكتف اليسار عدد من الضربات ثم يستقر. هذه الحركات هذه الضربات لليسار هي بكل ضربة تعتبر نصف متر عمقا للهدف. إذا ضرب 6 ضربات لليسار، فهذا معناه أن الباب من قدم الباحث إلى آخر الباب هي 3 أمتار. إذا ضرب السيخ للكتف 8 ضربات، فهذا يعني أن عمق الباب من قدم الباحث إلى آخر الباب هي 4 أمتار. إذا ما رفعنا السيخ فوق الرأس، يعني لما يضرب نصل فوق الهدف، فوق هذه الباب، وننتظر حتى يضرب السيخ المرة الأولى أو الثانية أو حتى ينتهي. إذا رفعنا السيخ للأعلى ماذا يفعل؟ يدور عدد من الدورات، وهي قياس عمق الباب من آخر الباب إلى سقف الباب، بكل دورة نصف متر. فإن كان طول هذه الباب 2 متر يدور 4 مرات، ثم يتوقف، ثم يعيد يدور في الجهة المقابلة، فيعطيك من سقف الباب إلى سطح الأرض. هذه لما نرفع السيخ ندفعه للأمام ونرفعه بمستوى الرأس. فهذا السيخ للطاقة الكونية دمجناها مع طاقة الحديد، ويعطينا الباب وعمق الباب بدقة وشفافية ووضوح. هذه حركة السيخ الحديد مع 7 قطع موجية مغناطيسية من مغناطيس الأسود. فدمجنا الطاقة الكونية مع هذا السيخ الحديد يعطيك العمق كذلك بكل بساطة وشفافية. الآن إخواني ملاحظة، كيف نعرف ارتفاع هذه الباب؟ لو تلاحظ أخي الباحث عندما يبدأ يضرب اليمين يسار فوق الهدف، فوق هذه الباب، ستلاحظ هناك يعني يضرب ثم يتوقف قليلا ثم يكمل. يعني يفرق دوما ما بين الضربات بتوقف طفيف وخفيف. هذا التوقف الخفيف والطفيف يكون هو يبدأ يقيس السيخ الحديد، يبدأ يقيس العمق من آخر الفراغ إلى سقف الباب، ثم يكمل من سقف الباب إلى سطح الأرض أو إلى قدم الباحث. فكذلك تستطيع رفع السيخ للأعلى عندما يؤكس ويبدأ يضرب الكتف اليسار وأنت فوق الباب تماما، ترفع السيخ
يدور عدد من الدورات، وهي ارتفاع الباب من آخر الباب، آخر الباب تحت إلى سقف الباب فوق، ثم يدور عكسها دورات، وهي من سقف الباب إلى سطح الأرض. هذه الشروحات تجدها تحت الفيديو بمقال ودروس. تابعونا نكمل معكم شرح دروس الطاقة الكونية، نسقطها على الفراغ، على الذهب، وعلى الأبواب. هذا الدرس الأول لشرح الحركات في الأبواب. كيف نؤكد أنك فوق الباب تماما؟ بعدما يضرب هذه الضربات لليسار، ماذا يفعل السيخ؟ يتوازى لليسار، يعني يميل لليسار ويستقر. السلام عليكم ورحمة الله.